عارفين الكلام اللي ممكن يطلع من بقكم وانتوا مش مدركينه وفجأة بتدركوه بتتسرعوا؟ انا قعدت فترة ده بس اللي كان بيحصل لي. هحكي لكم 3 مواقف، منهم موقف صاحبتي اللي حصل معاها كده معايا مش انا. مرة كنت ماشية في الزمالك بصلي زي اذكار كده في الطريق، وفجأة عديت من جنب محل ملابس، البياعين واقفين بره والناس ماشية في الشارع كان زحمة موت يا مؤمن، وفجأة سجدت. مش عارفة، موقف اكتر من ان هو مضحك انا كل ما بفتكره وبفتكر بواسطة الناس وبفتكر انا ازاي عملت حاجة زي كده. يا الله. الموقف التاني هحكي بتاع صاحبتي الاول، انا اسفة. كنت عندها في البيت وعزماني على الفطار وبتاع، وانا ماشيه بتسلم عليا قالت لي انت ما بتمشيش ليه؟ انا بجد ببقى عايزه اعرف. جماعه هي بجد ما تقصدش، وانا كنت عارفه انها ما تقصدش، بس مش عارفه يعني ايه اسم الحاله النفسيه اللي بتخليني اعمل كده. الموقف التالت ده بقى اوسخ موقف انا عديت بيه في حياتي كلها. داخله على زمايلي في المكتب، وللمعلومه بس انا مفيش حد في حياتي اعرفه مش طليق في الانجليزيه، فكلهم شاطرين جدا. وفجاه لقيتني بكل براءه بغني لهم ماي ميلك شيك برينج ذا بوي تو ذا يارد. طبعا انا عشان ابرر الموقف قلت لهم يا جماعه هي مش الاغنيه دي معناها ان انا انها بتقول يعني انا عندي عربيه ميلك شيك في اليارد وانا بعمل ميلك شيك احسن منك. فكانت بتغطى يعني دعايه اعلانيه للميلك شيك.